كل فيديوهاتي. يلا بينا. قررت زكية بطلة حكايتنا تبقى ست بيت شاطرة وتثبت لحماتها ان ابنها عرف يختار. ومن هنا هتبتدي زكية تظهر مهاراتها في تنظيف بيتها. بالخرطوم ورشت، وبالمساحة ولمت، وبالقماشة ولمعت، وبالمنظف وطهرت. خلت بيتها بيبرق وبيلمع. وقبل ما رمضان يخلص قررت زكية مع جوزها ان هي هتاخد اياد وسارة ولادها وتروح تقضي يوم عند اهلها. وزكية الشطورة اول ما دخلت عند اهلها ما سابتش حتة في البيت الا وخلتها شمعة منورة. واياد وسارة ولاد زكية بيلعبوا مع ولاد خالهم، كانوا بيساعدوا في تنظيف البيت، واحيانا بيحضروا الطعام وبيجهزوه على السفرة ساعة الفطار. عدى اول يوم، وفي اليوم التاني بعد العصر أخد إياد ابن خاله ونزلوا يلعبوا في الشارع. وهم بيلعبوا بعد إياد بالعجلة عن البيت ووقف قدام محل الألعاب وعجبه مسدس ودخل يسأل عليه، فجاوبه صاحب المحل عن سعره. خرج إياد من المحل حزين ومتضايق، وكان ابن خاله بيدور عليه، ولما شافه من بعيد نده. وإياد كان في عالم تاني مش شايف ولا سامع أي حاجة حواليه من شدة حزنه. فجرى عليه ابن خاله عشان يشوف هو فيه ايه، لقاه مهموم وحزين ومتضايق والدمعة خلاص هتنزل من عينيه. فسأله انت متضايق ليه؟ إياد حكاله عن المسدس اللي عجبه في المحل، وان باباه مش هيقدر يشتريهوله لان سعره غالي. ضحك ابن خاله وقاله ما خلاص كام يوم وهيبقى معاك فلوس. قاله منين وازاي وفين؟ قاله ابن خاله من الهدية، كام يوم والعيد هيجي وهتاخد هديتك وتقدر تجيب بيها كل اللي انت عاوزه. ضحك اياد وفرح لانه هيجيب المسدس اللي نفسه فيه. ما هو العيد لمة وفرحة، للصغير بهديته وللكبير بزيارة اهله. كل سنة وأمة المسلمين طيبين وعيد سعيد. وما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.